بالظبط كده يعني. غيره عكاشة اللي هو الزميل الإعلامي توفيق عكاشة، وأظن خسر في انتخابات في الدقهلية. محمود سعد وراء الدعوة بوقف برنامجي وسأستمر وأظهر غدا. في طلع دعوة قضائية، القضاء قال وقفوا البرنامج، وقف البرنامج بتاع توفيق عكاشة، وهو بيقول إنه محمود سعد هو اللي ورا الحكايه دي. طب هو محمود سعد عمل كده ليه؟ يعني اذا كان محمود سعد عمل كده ليه؟ اللي قاله توفيق عكاشة في محمود سعد شيء لا يمكن قبوله خالص، وانا رايي انه لو محمود سعد عمل كده يبقى دي اقل حاجه يعملها. اكمل؟ يا ريت يا ريت. اقل حاجه يعملها ليه؟ يعني مش عايزين نتدخل في الحاجات دي. مالناش دعوه. طيب غيره نشطاء الاسكندريه يدشنون كتائب الحريه لمواجهه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اهلا بيكم في مجتمع الجمعيات اللي هتمشي في الشارع. ايوه. ناس قالت لك يا سلام، يعني هو هيمشي يمنعني من ان انا امشي او اكون قاعد في قاعده او لا، ده احنا نعمل بقى. بس انا الخبر ده اخترته كتائب ليه؟ الحريه. الاسم ايه؟ كتائب. ليه كتائب؟ عشان طالما جمعيات فيبقى كتائب، يعني احنا نازلين لو حد كلمنا هنضربه. ايوه. النهارده انت ديس سورديس، مش كده؟ 10 على 10 بالفرنساوي كمان. أيوة. وتاخد ستار. يا ريت ترسمها لي على ورقه. اديك ستار. طيب احب اسال كده الاجابه كرباج ليه يا محمد على طول. طيب الخبر اللي انا بحبه، اخبار اللي انا بحبها بقى. نحو اولى ثانوي يتهم كفايه و6 ابريل بانهم اصحاب اجندات خارجيه. لما اجيب قطعه نحو عشان الناس تعربها اجيب فيها شتيمه ل6 ابريل؟ يعني هل قطع اعرب 6 ابريل؟ ليه اعرب 6 ابريل؟ طب ممكن اعرب مثلا 25 يناير؟ ما هي نفس الحكايه. حاجه غريبه. قال لك ان ما يقوم به حزب 6 ابريل وكفايه من محاولات للوقيعه بين الجيش والشعب المصري والادعاء بان المجلس العسكري الاعلى للقوات المسلحه بقياده المشير طنطاوي ورجاله المخلصين من فلول النظام السابق متجاهلين حمايه الجيش في ثوره ال25 وكذا كذا. بغيه. قال لك اعرب بغيه ضرب الاستقرار، واعرب وراء هذه الفئه، اعرب الفئه، اعرب ما تحتها خط. استخرج من الفقره السابقه كلمه مبدوءه بهمزه قطع واخرى مبدوءه بهمزه وصل، فعلا مجردا واخر مزيدا، اسم فاعل واذكر فعله، مصدرا قياس. يعني كل الحاجات دي. بص نمره ج. بدأ حزب 6 ابريل وكفايه يوقعون الفتنه بين الجيش والشعب. يقول له ايه بقى؟ لا اولا هو بيدي معلومه للشباب غلط. السؤال 6 ابريل مش حزب. السؤال ولا كفايه حزب. السؤال. ايوه فندم. خد السؤال. ما نوع الفعل اللي عاملينه؟ يعني ما نوع الفعل؟ الفعل اللي عاملينه 6 اللي بدأ في الجملتين وما اعرب ما بعدهما. يعني لو ما كنتش واخد بالك ان انا بعت لك رساله ضمنيه يا طالب في قلب الامتحان ده. ايه ضمنيه؟ ايه ده؟ مش ضمنيه، دي مباشره. لا تاني بقول لك ارجع تاني للجمله دي وبص فيها تاني وقول لي اعرابها ايه وعملوا ايه. 3 مرات موجوده. اخواننا عايزين اللي يحطوا الامتحانات يكونوا ناس يبقوا عارفين على مستوى مسؤوليه. كويس. ودول لازم يتجازوا. زي اللي يكتب موضوع تعبير اشكر او هنئ حزب الحريه والعداله بالفوز بالانتخابات. ما ينفع السياسه تخش في اعداد. موضوع التعبير بتاع بكره ايه بقى؟ ايه؟ ترك البرادعي الحياه السياسيه بعد ان كان يعمل لحساب مش عارف ايه وايه وايه. اعرف بقى اكتب موضوع اشتم البرادعي او اكسر 50 قله ورا البرادعي. يا جماعه التعليم في مصر لا يجب ان مهزله. لا يجب ان يكون في ايدي ناس زي دول.
بغض النظر احنا بقى مع 6 ابريل مع 8 ابريل مع 19 مايو، المسألة مش في كده. المسألة ان انتوا بتدخلوا في عقول اطفالنا في المدارس رسائل عيب ان تتعمل. يعني النهاردة يعني اولا حتى كلمة حزب، هم مش احزاب. لا في حزب 6 يعني ابريل اللي حاطط الامتحان ده جاهل. يعني لا في جاهل. حزب 6 ابريل ولا كفايه. اجهل من الدبه، ما يعرفش. يعني في معلومات علميه غلط، حتى لو اتفقنا ان هو ينزل الكلام ده، في معلومات علميه غلط. جاهل. عندنا واحد حاطط امتحان جاهل، استاذ لغه عربيه اعدادي ثانوي او استاذه جاهله سياسيا. جاهل. جاهل سياسيا وجاهل تربويا. انت مالك بتدخل الاطفال في المواضيع دي ليه؟ واذا اردت انك انت تعلق على السياسه في مصر ما تسيبها لهم مفتوحه. انت عايزه يعمل ايه؟ ازاي تكتب هذا الكلام وازاي تنزل هذا الكلام؟ وطبعا لو سالنا وزاره التربيه والتعليم هيجي لنا نفس الاجابه اللي جت لنا هنا ولطمنا انا وعمرو من اسبوعين، ان الوزاره هتقول لك احنا ما بنراقبش على امتحانات النقل، احنا مالناش دعوه بامتحانات النقل. فيبوظهم كل حاجه.